دي اخبارنا في قطر واخبار منتخب مصر في قطر. نروح لنادي الزمالك. ونادي الزمالك كان الناس كلها عارفه ان نادي الزمالك هيلعب 3 مباريات في دبي، اولها مع ريال بيتيس، ولكن الشركه المنظمه غيرت ريال بيتيس وهيبقى زي ما احنا شايفين يواجه ريو فاليكانو. هيبقى اول ماتش والوصل، وبعدين العين هيبقى يعني اول ماتش يوم 13 ريو فاليكانو الاسباني، يوم 16 الوصل الاماراتي. طبعا مارادونا هيبقى هو المدرب او هو المدرب، واخر مباراه يوم 19 قبل العوده بيوم واحد مع نادي العين، طبعا من اكبر الانديه في الامارات. 3 ماتشات حلوين جدا. ريو فاليكانو كان لسه بيلاعب على فكره ريال مدريد، اللي ريال مدريد جاب فيه الجون بتاع كريستيانو بالكعب. ده كان الاسبوع اللي فات. ريو فاليكانو خسر من ريال مدريد في ملعب ريو فاليكانو 1-0، والجون العظيم اللي جابه كريستيانو بكعبه. هو دي الفرقه اللي المفروض هتلاعب نادي الزمالك يوم 13 ان شاء الله مارس الجاري. يعني احنا خلاص احنا داخلين عليه خلاص. في يمكن ده هيبقى هو بدل ريال بيتيس. رزاق وصل الحمد لله نادي الزمالك، لعب امبارح مباراه مع اثيوبيا ووصل النهارده، لكن مش هيتمرن بكره اول تمرين ليه، يعني اعتقد زيه هيبقى زي احمد حسن، ودي حاجه هتبقى مهمه جدا في ظل اصابه عمرو زكي. ميدو ابتدى يرجع، وممكن على فكره ميدو يلعب الماتش الجاي، ما اعتقدش من الاول لكن ممكن ياخد في المباراه، لان الجهاز الفني راضي عن ميدو رضاء كبير جدا، وحاسس ان ميدو ابتدى يرجع بشكل كبير جدا. وميدو يعني زي ما يقال خس بشكل كويس، باين عليه في الملعب. الجهاز الفني شايف ان ميدو ممكن ياخد في المباراه الجايه، واعتقد ان ممكن ياخد فتره الماتش الجاي ان شاء الله. طيب ناخد الاستاذ شادي عز، مسؤول عن شادي شرف يا كابتن. شادي شرف. ناخد أيوة. شادي شرف معانا، معلش انا اسف. مساء الخير يا استاذ شادي. ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ معلش قالوا لي في اعداد شادي عز في الاول. لا ما يهمكش يا كابتن. طيب شادي قول لنا ايه اخر الاخبار؟ كان الكلام كله ريال بيتيس، النهارده سمعنا ريال فاليكانو او ريال فاليكانو. طيب تقول لنا ايه الاخبار؟ المعسكر هيمشي ازاي؟ الكلام ايه النظام؟ الاخبار، انت طبعا اسم الزمالك اسم كبير يا كابتن حازم. تمام. وما ينفعش باي حال من الاحوال ان الزمالك يعني يروح على معسكر مش بقيمه اسم نادي الزمالك. تمام. بس فهو ده اللي احنا واخدينه في الاعتبار يعني. صح كده. طيب والفرق في هنا كانت مشكله بسيطه صغيره جدا، ان الامارات كلها عايزه تحتفل بموعد نادي الزمالك، نادي الوصل ونادي العين ونادي الاهلي، اهلي دبي كلهم مرحبين جدا ونفسهم يعملوا حاجه. قالوا لنا في الكلام ده، قالوا لنا طب خلوا النادي فاليكانو بعد كده. فالناس عايزه تحتفل بالزمالك، انت عارف حضرتك الحفاوه الاماراتيه دي، فالواحد حاجه محترمه يعني ان شاء الله. دلوقتي كان الاول انا فاكر كان ريال بيتيس، كان الكلام كله ريال بيتيس هيبقى في مباراه مع نادي الزمالك، اتغيرت خلاص بقى ريال فاليكانو ولا ايه يا شادي؟ نعم يا كابتن. كان الكلام في الاول المعسكر ان هيبقى في اول ماتش ريال بيتيس. ايوه. وبعدين دلوقتي ريال فاليكانو خلاص فعلا ده هم كانوا ماتشين اسباني، ريال ماتشين اسباني الاثنين كانوا هيتلعبوا. اوكي. لا اصل في الاول الكلام ان هو بس فرقه واحده اسبانيه يعني. لا بالظبط، ده كانوا الاثنين هيتلعبوا مع الوصل. وعشان طبعا كل انديه الامارات قالت لنا اشمعنى الوصل اللي يشارك الزمالك واحنا لا. تمام. فاحتراما للدوله المضيفه المعسكر قلنا لهم لا، طبعا. اللي انتوا حابينه احنا تحت امركم، وكل الناس مرحبه جدا. وحضرتك انت هتشوف استقبال لمعسكر نادي الزمالك حاجه يعني محترمه جدا جدا جدا. ريو فاليكانو هيجي فول تيم ولا هيجي سكند تيم؟ كله فول تيم يا كابتن. فول تيم. نادي العين هيلعب في الفرقه الاساسيه ولا هيلعب؟ هيلعب مع ريال مدريد اول امبارح. ما انا عارف ما لسه قايل الحوار ده، لسه خسران 1-0. العين برضه هيلعب فيرست تيم ولا؟ كله فيرست تيم يا كابتن. كله فيرست تيم. والوصل فيرست تيم بقياده المدير الفني مارادونا. طيب التذاكر اتباعت يا شادي؟ يعني الماتشات دي اتباعت خلاص ولا لسه؟ يعني في اقبال جماهيري على الماتشات بتاعت نادي الزمالك؟ اقبال. انا كابتن عندي، انا التذاكر اوريدي خلصت يا كابتن. لا والله. والله التذاكر الثلاث ماتشات. الاستاد هيتلعب فين الماتشات يا شادي؟ هيتلعب في نادي الوصل وفي نادي اهلي دبي وفي نادي العين في ابو ظبي، في كذا مكان.
في نادي العين يعني حوالي اعتقد الملاعب دي ما بتشيلش اكتر من 20,000 متهيألي 30,000. لا يا كابتن، نادي العين بيشيل 40,000 متفرج، نادي الوصل بيشيل 25,000 متفرج، نادي اهلي دبي بيشيل 30,000 متفرج. والتذاكر كلها فولي بوكد خلاص. بقول لحضرتك خلاص يعني احنا عشان ما فيش اماكن فمش هنعرف نطلع تاني، انت عارف حضرتك. كده يعني انت شايف المعسكر ان شاء الله هيبقى معسكر محترم، معسكر كويس باذن الله يستفيد من نادي الزمالك. بشكرك يا شادي وشكرا جزيلا، وبالتوفيق لنادي الزمالك، ويعني اعتقد حاجات كويسه الاهلي في دبي برضه والزمالك